أخيراً بديت مشروع جديد كنت بحلم فيه من زمان. يا سلام يا ليلاس، شو هو المشروع؟ مشروع صغير بمجال التصميم. قررت حقق حلمي وأبدأ شغلي الخاص. فخورة فيكي. بتواجهي تحديات؟ إيه نعم، بخاف ما أنجح. النجاح ما سهل، بس المهم إنك تضلك تحاولي وأبداً ما تستسلمي. التفاؤل هو المفتاح. رح ضل متفائلة واشتغل بجد. الحب والشغف بالشي اللي بنعمله بيعطينا القوة حتى نواجه الصعوبات، وتذكري إنه كل تحدي هو فرصة حتى نتعلم ونكبر. شكراً لإلك، كلامك بيعطيني القوة لأستمر. متأكدة إنك رح تحقق أهدافك. على فكرة عندي صديق اسمه جو، خبير بهالمجال، فينا نتواصل معه. واو، شكراً على نصيحتك وتعاونك. طيب لبنى، شو رأيك تحكي مع جو هلأ؟ يلا أوكي. الو، اهلا بلبنى، كيفك؟ تمام، أنا منيحة. أنت كيفك؟ ما تقلي أنت بمطعم المحبة؟ ايه، انا موجود بمطعم المحبة، حزرتي. طيب يا جو، عندي هون صديقتي ليلاس، حابة تستشيرك ببعض الشغلات بمشروعها الجديد. تكرمي وتكرم عيون صديقتك ليلاس، انا نتركن هون بمطعم المحبة. نحن جايين، مسافة الطريق ممكن عندك. اوكي، انا بالانتظار. يلا قومي، هلأ لازم نروح عنده. هاي جو. أهلا بالصبايا. بعرفك على صديقتي ليلاس. أهلين ليلاس، تفضلوا. كيف فيني ساعدك يا ليلاس؟ شكراً جو. بصراحة عندي مشروع تصميم أزياء فنية وعم بشتغل على مجموعة جديدة، وبدي رأيك بكيفية تحسين التصميمات وتقديمها بشكل أفضل. ايه أكيد، ممكن تقوليلي عن التصميمات اللي عم تشتغليها أكتر؟ وشو هي التحديات اللي عم بتواجهيها؟ طبعاً أنا عم ركز على دمج عناصر فنية مع تصاميم الأزياء الحديثة، لكن عم واجه صعوبة بإيجاد التوازن بين الإبداع والتسويق. بدي نصائح كيف ممكن أقدم العمل بشكل يجذب الانتباه ويحقق النجاح. أول خطوة يا ليلاس هي تحديد جمهورك المستهدف، ولازم يا ليلاس تكوني عارفة مين هو الجمهور اللي رح يستجيب لتصميم الأزياء الفنية اللي عم تشتغل عليها. بعدين لازم تبتكري تصميم أزياء تميزك عن المنافسين، وركزي على قصص فنية ورا كل تصميم لجذب الانتباه. ممتاز، بدي ركز على هالنقاط. وبعدين لازم يكون عندك استراتيجية تسويقية قوية، وفكري بطرق لتسويق التصاميم سواء من خلال التواصل الاجتماعي أو الشركات اللي بتشتغل بهذا المجال. وتذكري أنه تقديم نماذج أولية أو عروض تجريبية يمكن تساعدك بجذب الانتباه وتحقيق الانتشار. شكراً كتير جو، هي نصائح رائعة وبدي أبدأ العمل بناء على هي الملاحظات. أهلا وسهلا، إذا احتجتي لأي مساعدة أنا موجود حدك.